القلوب إذا شافك ما يتركك، وإذا جاء أكلك ويخليك مثل الطماطم المفقوعة أو مثل الكاتشب. تخيل معاي لو كان وحش فضائي يعيش داخل جسمك، يمكن مو أي وحش، هذا الكائن يقدر يسيطر على سبايدر مان. إيه سبايدر مان يواجه الأفنجرز ويهزم أشرس الوحوش في مارفل. لكن بيني وبينك، هل تعلم أن فينوم أصلا ما كان شرير؟ بل كان عنده نية طيبة من البداية. أيوة، كيف القصة؟ اليوم نخليك تتعرف على أسرار صادمة. استعد للاكتشاف أسرار ما قالوها لك في الأفلام ولا حتى في الكوميكس اللي هي القصص المصورة. لأن عارفين أن فينوم يعتبر مخلوق فضائي يسمونه السيمبيوتس. السر الصادم واللي ما تعرفونه، فينوم كان منبوذ من جماعته لأنه طلع قلبه طيب، ما يحب يمس دم المضيفين مثل باقي السيمبيوتس. طلع رجال عنده مبادئ. كان شريف يميل إلى التعاون وليس الاستغلال. فجاء قال له رابعة: أقول انقلع، خل طيبتك ومبادئك وأخلاقك تفيدك. والله مسكين تعاطفت معه، مالك مكان بيننا. بس صار فينوم زي اللي قدام القلوب لأنه ما يحب المشاكل. تخيل أن كان فضائي عايش بسلام فجأة تطيح على كوكب الأرض وما يكون عندك خطة ولا جدول سياحي تتوهج. وهذا اللي صار مع فينوم. طبعا أول مضيف بالصدفة التقى فينوم بسبايدر مان وقال: أوكي هذا الشخص المناسب، ودخل فيه كذا وسيطر عليه. بس السر في الموضوع والخفايا، هل تعلمون أن سبايدر مان يعتبر أول مضيف بشري لفينوم؟ إيه، لأن فينوم كان دخل في مخلوقات ثانية. امتلك فينوم مضيفين سابقين قبل البشر، واحد هذه المضيفين تنين فضائي عملاق. يعني يعتبر سبايدر مان داون جريد. إذا كنت تظن أن حياتك سيئة، انتظر لما تشوف ايدي بروك بعد ما دخل فينوم جسمه. طبعا سر صادم، فينوم يستطيع إعادة إنعاش الموتى. في إحدى القصص المصورة كان ايدي بروك يحتضر، واستطاع فينوم أن يعيد للحياة عن طريق استخدام الطاقة الحيوية. طبعا كلنا عارفين ايدي بروك عبارة عن صحفي فاشل، حياته كلش مدمرة معفوسة، خسر وظيفته، خطيبته تركته، مستقبله ضاع، وفوق هذا كله حصل وحش فضائي داخل جسمه. خوش. لكن المعلومة الصادمة الثانية، فينوم ما كان مجرد طفيلي، بل كان يعتبر ايدي بروك أعز أصدقائه. لا وقط الميانة بعد. يوم شاف خطيبته قال له: والله يا الخوي طلعت مو بسهل، ذوقك فخم في النساء الجميلات. يرد عليه ايدي ويقول له: أقول لك شب ولا كلمة حيوان، خذ لك سجل عندك. الوحش هذا طلع رومانسي، مسوي الجميلة والوحش مع وجهه. ما علينا، الوحش فضائي عنده مشاعر ويهتم بصاحبه أكثر من بعض البشر اللي إحنا نعرفهم هاليومين. خليها على الله. لا عاد يا مستر طماطم، مو لهالدرجة تحرجنا كذا مع المتابعين. ايش الصوت هذا يا جماعة؟ من وين طلع؟ أنا فينوم يا غالي، فيك ما عرفتني. لا يا جماعة امزح إياكم، ما في شيء، لا حد يخاف. نيجي الآن لبعض المعارك القوية اللي خاضها فينوم. كارنج، الوحش اللي حتى فينوم يخاف منه. طبعا كارنج يعتبر ولد فينوم. ايه هذه صدمة، حتى انا صدمت معاكم. طبعا احد الاسرار، كارنج يعتبر اقوى من فينوم بمراحل. لو حسبناها علميا كارنج اقوى ب10 مرات من فينوم، لانه ناتج عن تطور جيني اقوى، يعتبر الجيل المتقدم من السيمبيوتات. كارنج مو مجرد شرير، هو عبارة عن آلة قتل حقيقية. بينما فينوم كان عنده أخلاق، احنا قلنا يعني رجال كويس. كارنج كان عايش في مذبحة ودمار فقط. لكن السؤال الأهم، ليش كارنج أقوى من فينوم؟ الجواب لأن كارنج ولد مباشرة على كوكب الأرض وتكيف على بيئتنا، بينما فينوم كان غريبا عليها من البداية. يعني كان متغرب، يعني ما يبدو كأنه واحد متغرب وجاء. بمعنى آخر، كارنج مثل الشخص اللي تربى في شوارع المدينة، يعني ولد شوارع.
كله هواشات وفزعات وعصابات، ماخذ على الوضع. أما فينوم يعني جاي من بلد ثاني وحاول يتكيف مع الوضع. كيف أعيش أنا؟ سر صادم. فينوم يحتاج إلى الشوكولاتة ليبقى على قيد الحياة. ها؟ أخي فينوم بطل ولا شرير ولا مدمن شوكولاتة؟ أبشركم فينوم عنده إدمان رسمي على الشوكولاتة، بدونها يتحول إلى يعني شخص عصبي، مثل إنسان ما شرب قهوته من الصباح تلقاه مطعنقر. إذا ما حصل شوكولاتة يبدأ ياكل أدمغة البشر. ها؟ إيه، يبدأ يقرمها. طبعا الجواب لأنها تحتوي على نفس المادة الكيميائية، فاللي مزاجه تعبان ياكل شوكولاتة يا شباب يروق. ترى هذه أهم معلومة في الفيديو كامل، ترى متعوب عليها يا جماعة. يا ولد جيب لي قطعة شوكولاتة. أوه صح، استغفر الله صايمين ونسينا نقول لكم مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وانتم بخير يا أحباب قناة مستر طماطم. الحين يا جماعة بعد ما عرفنا معلومات عامة عن الشخصية وبعض الأسرار والحقائق، يجي هنا السؤال الأهم. لو كان عندك فينوم هل راح تستخدمه في الخير أو الشر؟ اكتب رأيك في التعليقات. شفنا كيف اليوم انتقل فينوم من كائن فضائي شرير إلى وحش مضحك إلى مدمن شوكولاتة، لكن هل ممكن نشوفه مع الأفنجر يوما ما ولا بيبقى في الظلام؟ اكتبوا في التعليقات لو كنت تمتلك فينوم هل راح تستخدمه في الخير ولا في الشر؟ وفي نفس الوقت خلونا نتخيل مع بعض لو ان فينوم جاء واستحوذ على شخصية أخرى، مثلا استحوذ على مستر طماطم، كيف بيكون شكله؟ هل بيكون وحش كاسر ولا غرشة كاتشب؟ وشيء ثاني، هل إذا استحوذ على ثانوس هذا اللي يبي يدمر البشرية، كيف راح يكون شكله؟ كيف راح يكون السيناريو؟ أتوقع بتخرب الدنيا. طبعا يا جماعة الخير، هذه أول قصة لقناة مستر طماطم. اشتريت فينوم لأنها شخصية أحبها كثير. هي أول شخصية لعبتها في لعبة مارفل رايفلز اللي مكسر الدنيا في الوقت الحالي، وإن شاء الله بسوي قصص كثيرة الفترة الجاية. فاكتبوا لي في التعليقات شنو ودكم تشوفون، شنو بطلكم المفضل اللي ودكم تشوفون له معلومات بطريقة حلوة كوميدية الفترة المقبلة. ولا تنسوا تعملون اشتراك في القناة ولايك وشير، ولا فينوم يجيكم في الليل وياخذ كل الشوكولاتة اللي عندكم. نشوفكم في الحلقة القادمة ويلا سلام. ليش اتجوزت الطماطم؟ والله حاطط بس الشوكولاتة وآخذ الحاجات أخرى. أقول أكيد يا ولد، لا تخلي الناس تخاف. إن شاء الله يجوز الطماطم. أيوة أنا هذا. طف المايك طف.